السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العين وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. عندي حوالي كيلو إلا ربع لحمة، لحمة ضاني على لحمة عجالي. بشرت بصلة كبيرة وصفيتها من المية بالمصفى دي عشان مش عايزين سوائل في الكفتة. وهنا فصين توم برضو فرمتهم. بس حابة قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مرة اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها وتقولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمة عليا، تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى عندي معلقتين بقسماط ناعم، وعندي هنا بالنسبة للتوابل عندي هنا بهارات مشاوي، وعندي بابريكا وملح وفلفل اسود وورق لوري وحبهان، دول مطحونين على بعض. من كل حاجة نص معلقة، وعندي معلقة صغيرة ملح. طبعا هدعك بقى الكلام ده كده دعكة كويسة. وهحط لها طبعا حوالي 100 جرام من دهن اللية. كده حوالي 10 دقايق كده اعجن فيها لحد ما تكون الخيوط عشان تطلع بقى مع بعض كفتة حاتي مظبوطة وحلوة احسن من اللي بنعملها بره في المطاعم. هنا بقى خلاص اللحمة اهي وعملت خيوط. عجنتها واتعملت خيوط اهي. وهنا جبت كيس ثلاجة، حطيت هنا حتة لحمة كده هدوس عليها كده ادوس عليها حاجه بسيطه كده. وهنا عندي ظهر السكينه هعمل كده شكل كده، انزل شويه عشان عملت واحدة كمان اهي. وبرضه بظهر السكينة اعمل لها شكل كده. هكملهم بقى وارجع لكم. كده بقى خلاص اهي الكفتة رصيتها. هدخلها بقى التلاجة قبل ما ادخلها الفرن.
اسيبها في التلاجة بقى شوية كده. عندي بقى هنا حوالي 1.5 كيلو لحمة ضاني وفيها ريش اهي. هنشويها بقى في الفرن بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. فهقطعها بقى كده قطع وهنقعها، وأنقعها في تتبيلة حلوة كده فيها مية بصل وطماطم. تابعوني لآخر الفيديو بقى، ما تروحوش في أي حتة. هنا عندي بصلتين كبار بشرتهم وأصفيهم بالمصفى، وهنا ضربت طماطم في الخلاط من غير ميه وهصفيها برضو، مش عايزه فيها بذر ولا قشر ولا اي حاجه عشان انقع اللحمه. هنا بقى عندي عصير ليمونتين، وعندي هنا كده حوالي 2 معلقة خل بقى ايه يطري انسجه اللحمه ويسرع تسويتها. انزل بقى برشة ملح، وحطيت بقى طبعا التوابل، وهنقع بقى اللحمة، ويا ريت تخليها ليلة كاملة. كده بقى هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها بقى يعني مش اقل من 6 ساعات، ويا حبذا لو ليلة كاملة. هنا بقى جبت الفرشة كده ودهنت وش الكفتة بعد ما طلعتها من التلاجة، دهنت وشها زيت كده عشان تلمع، يبقى ليها لمعة حلوة ما تبقاش مطفية كده. والفرن سخن بقى هدخلها في الفرن. هنا بقى اللحمة بعد ما اتبلت انا نقلتها في الصينية بس، وغطيتها بالورق الألمونيا ودخلتها الفرن، بس انا نسيت اصور المقطع ده، وهي طلعت اهي. استوت، وده لونها استوت في التتبيله بتاعتها، ما حطيتلهاش ولا نقطه ميه. شايفين بقى راحت زي الزبده، مستويه خالص اللحمه وطريه، وما حطيتلهاش اي ميه ولا اي سمنه ولا اي حاجه، نزلت الدهون بتاعتها وفي التتبيله بتاعتها واستوت وطلعت اهي بقى زي الزبده. الريش اهي وكله زي الفل. كده بقى النور اتقطع معلش. الكفته اهي بقى طلعت من الفرن وطريه بقى ومنتهى الجمال، وهي من الناحيتين بقى استوت. هنقلها بقى هنا، وانا حرقت فحم اهو وحطيته كده على ورقه ألمونيا، واحط ده على ده كده واغطيه بالورق الألمونيا على اساس ان انا ايه اخليه ياخد ريحه الفحم. هنا بقى انزل بالسمن كده، اقسمها بالورق الألمونيا عشان تاخد ريحه الشاي. معلش النور اتقطع. وكده بقى ده طبق الكفته واللحمه المشويه في الفرن بتاعنا. وكده النهارده الفيديو بتاعنا انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، وعلى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد. اتمنى ان انتم تجربوه وتقولوا لي في التعليقات، وما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير وشيروا الفيديو لاصحابكم. وعلى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.